السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد عصام في حلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة كتبها لنا الكاتبة ندى حسن سلامة وعدها لنا اسماعيل هشام. احب اشكرهم جدا. وقبل اي حاجة ما تنسوش تتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفعلين زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقة النهاردة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت ماشي على كوبري امبابة الساعة 5 الفجر. بصراحة يعني كنت خارج من بيتي بحاول ألقط رزقي كده ولا كده، بس وقع عيني على حاجة غريبة. وقع عيني على جثة شخص مرمية ورا سلم الكوبري. روح الشجاعة نطت فيا فجأة. رحت واخده على أوضة بواب العمارة اللي أنا بشتغل فيها. استغليت الفرصة وبدأت أشوف الأول إن كان عايش ولا ميت، وبعدين يعني أبقى أفتشه ويمكن أطلع لي بمصلحة بدل اللي إحنا فيه ده. وبالفعل حصل ولقيت معاه ساعة، بس الساعة غريبة ولكنها يعني طلعت في الحقيقة فخ كل واحد قرر انه يستخدمها غلط وهو مش داري بقيمتها. مكدبش عليكم، الساعة كان باين عليها ماركة، والراجل هدمته لو اتباعت جزء من اللي عليا هيتحل. لقيته فطسان، قررت احبسه في الأوضة لحد ما اشوف صرفة في موضوع الساعة ده، وبعدها بأهرب انا ومراته وعيالي. بس للأسف ما كنتش عارف ان انا كده بحفر قبري بإيدي وانا مش دريان. صحيح انا نسيت اعرفكم بنفسي. انا اسمي ابراهيم الجليلي ومتجوز وعندي 3 اولاد. على فكرة انا متعلم ومعايا شهادة، لكن الظروف هي اللي اجبرتني اني اشتغل بواب. لكن الشغل ولا هو عيب ولا هو حرام. مش هدخلكم في تفاصيل كتير لان الوقت اللي عندي يدوب يكفي. اكمل لكم. انا فضلت ساعتين في الاوضة وانا مستغرب الراجل ده شكله كأنه ميت بقاله مدة مش مجرد ساعات. ريحة الأوضة بقت تقرف عاملة زي المقبرة، فكان لازم أتاوي الجتة دي عشان لو الصبح طلع عليا والجثة دي زي ما هي أنا كده خلاص في الكلبوش. اطمنت إن محدش في الشارع وشلته على ظهري ووصلت بيه لحد حتة أرض مهجورة ويعني لسه ما اتعمرتش، الرجل فيها خفيفة يعني. دفنته، بس وقتها وقع منه محفظة فيها بطاقة وورقة مكتوب فيها أرقام، شوية رموز وأسامي أنا مش عارف أنطقها. بس الغريبة إني لما فتشته أول مرة ظهر معاه الساعة وبس، مش عارف دي ظهرت إمتى. يعدي يومين والدنيا تمام التمام ورزق في الشغل أضعاف ياما، وبقيت أدخل بيوت ناس بهوات. أصل لو حد لمؤاخذة احتاجني أشيل له حاجة أبيع له حاجة بعد مهمته وهي مصلحة تأكل عيش. بس اللي ما كنتش عارفه إن الساعة اللي في إيدي بعتتني المكان علشان أعرف تفسيرها وأهميتها. بعد ما خلصت شغلي كنت راجع، بس يعني استوقفني شكل آثار كده شد انتباهي على حيط المعبد. فضلت أتأمله بحرص شديد لحد ما جالي حد وقال لي بجدية كأنه يعرفني من سنين: الشكل ده مش موجود غير في حاجتين، الحيطة دي وساعة جدودنا. ساعتها بدأت أتكلم مع نفسي، يعني جدودنا فعلا؟ يعني اتضح ان الساعة دي اثرية وترجع للعصر الفرعوني، يعني لو بعتها كل مشاكلي ومشاكل ولادي تتحل. والغريبة كأن الراجل ده كان بيقرأ افكاري، وحسيت انه عارف انها معايا لانه قال لي بوضوح: الساعة دي مش اي حد يقدر يشتريها، دي ليها اماكن مخصصة والناس تقدرها. عندك الشعبان الخباش، اسمه جاي من خبش القبور، ده اكتر واحد مستفاد من كنوز جدودنا حتى الاموات الغلابة. بيبقى كل يوم بعد الساعة 2 بيكون موجود في الدير اللي جنب المعبد، وهناك تقدر تبيع وتاخد لك الصرف. ساعتها حسيت ان القدر بيرسم لي خط كبير امشي فيه ومتحدد لي ابدأ بمين علشان اوصل لهدفي، وكأنها محطات ولازم اخلص محطة محطة. فضلت فترة كده اتكلم مع نفسي، بس بعد ما فقت من السرحان ببص على الراجل اللي كان واقف جنبي لقيته مش موجود، ملوش اثر اصلا.
بصراحة استنيت لما الكل مشي وفضلت لوحدي لحد الساعة 2 بالليل، وفجأة بيظهر شخص عينه الشمال متصفية وراسم أوشام كتير على وشه وجسمه. تقريبا هو ده شعبان، لأنه بدأ يقرب مني وكأنه كان عارف إن أنا جاي، ومن غير أي مقدمات بدأ يتكلم بصوت منبوح يخوف. تيبة يا إبراهيم، ولكن العطا كتير وانت محبوب واتجلب لك الحظ والدروب. الساعة دي تساوي عصور وأسرار وخفايا وانت من ضمنها. بعد ما خلص كلامه توزن قدامي بحجم الساعة أطنان من الذهب، وكأنه كنز على باب اتفتح قدامي زي ما بيقولوا. مكدبش عليكم المنظر يطمع أي حد، أصل من يوم وليلة اتحول من شحات لبيه، يعني مستحيلة برضه. رميت له الساعة وأخدت الذهب وحمدت ربنا على كده، وروحت بيتي. لسه بدخل أوضة البواب اللي بقعد فيها لقيت شعبان الخباش في السرير، جثة مقطوعة حتت حتت. ملامحه ما كانتش معروفة قوي، بس عرفته من هديته اللي سابها لي. بدأت أتكلم بطريقة هستيرية. طب ازاي؟ هو أنا مش لسه سايبك هناك؟ بلاش دي، مين اللي عمل فيك كده؟ قول طب، وهو مين؟ طب يعني قول طيب، مين اللي جابك هنا؟ ببص تحت السرير لقيتها الساعة السوداء، كانت مرمية بس كان في دم حوالينها. قلبي كان هيقف وركبي بيتخبط في بعض. انا اصلا لسه راجع بكنز الدنيا كله، وكنت ناوي اخد حظ اللي انحرمت منه انا وعيالي، لكن الظاهر اني ما كنتش فاهم ان اللي مسكته مش رزق، ده لعنة متغلغلة في اجيال. قربت منها، مديت ايدي بصعوبة، وساعتها اصابني رعشة قوية ضربت جسمي كله، كأن كهربا عدت من روحي لضلوعي. الساعة بدأت ترن، مش جرس عادي، لأ، ده صوت صراخ أطفال، صوت خطوات جنود، صوت نحيب ستات في مقابر. كل الأصوات دي كانت بتدق في وداني ورا بعض، ووشوش بتنطلي من الجدران كأنهم عاوزين يقولولي حاجة. جريت لحد ما طلعت من الأوضة، قلبي خلاص كان هيطلع من مكانه ولساني نشف من الرعب. بس لما رجعت بصيت تاني للساعة لقيتها بقت على شكل عين حورس، النور الأزرق بيخرج منه، والرموز اللي كانت غامضة بدأت تنور لوحدها واحدة ورا التانية. ساعتها سمعت صوت مش زي أي صوت، ده صوت جوه دماغي. الساعة مش للبيع، الساعة اختارتك، واللي يبيعها يتباع. كنت في حالة انهيار شديدة، لحظة كمان وخلاص كان هيغمى عليا. رجعت الأوضة بخوف وأنا شايف جثته متقطعة بشكل وحش جدا ومقرف، كان أبشع منظر شفته في حياتي. حاولت استجمع قوتي من جديد، ابتديت أجمع بقايا جثته في أكياس سودا. فجأة سمعت أصوات غريبة تاني ما كنتش عارف مصدرها، ده كان في البداية بس، لحد ما الساعة جابت نور للمرة التانية وأقوى من اللي فاتت، لدرجة إني غمضت عيني، وساعتها حسيت بنار شديدة بتملى المكان كأني دخلت جهنم. وفجأة الأكياس اللي كنت بجمع بقايا اللحم فيها ما بقاش ليها أثر، ولا حتى نقطة دم على السرير أو هدوم. بجد خلاص أنا تعبت، فكرت كتير أدفن الساعة وأخلص من لعنتها على طول. أصل أنا في الحالتين مستفاد طول ما أنا معايا الدهب، ومن كتر التفكير نمت غصب عني. مش عارف نمت قد ايه، بس فجأة صحيت على حد ملامحه مش غريبة عني. جلده كان بيقع بشكل مخيف لدرجة ان الملامح بتختفي، وفجأة بقى اللي قدامي عظم بس. الهيكل العظمي ده بدأ يخبط سنانه في بعض، مش قادر اتحمل الصوت. وبعد كل ده صحيت من النوم. ايوه ده كان كابوس. قمت وجهزت نفسي واخدت الساعة، ولكن كانت غيرت زمانها من تلقاء نفسها، حتى الرموز اتغيرت.
ظهر لي علامات جديدة، منها علامة طور ونجم وقوس وحاجات تانية كتير. وفجأة الرموز بتتحول لحروف عشوائية، ولما كونتها طلع معايا اسم، طلع سليمان. فضلت أسأل نفسي زي المجنون، مين سليمان ده كمان؟ خرجت وانا مش عارف اعمل ايه بكل الدهب ده، بس اللي كان شاغل بالي ازاي اتخلص من الساعة دي بأسرع وقت. فضلت ماشي ومش عارف انا رايح فين، ولكن اكتشفت اني في مكان تابع للعبادة وفي كهنة كتير. عرضت على واحد فيهم المشكلة دي وقال لي كلام غريب قوي ما فهمتوش، ولكنه كان مهيب. الأمانة تلزم ملكها، عايز يرجع يستخدمها لزمن تاني. طبيعة اللعنة ممكن تبقى رابط دموي أو مكان، بس انت متصل بكل زمان وكأنك ناتج عن سلسلة من النسل العريق. الساعة خرجت من مقبرة قديمة قوي، راحت على معبد حصل فيه طقوس سحرية، واللي بتحركها روح مش طبيعية، روح مش طيبة، روح جاية بالخراب والشر. الساعة ناوية تبعتلك إشارات وتحذيرات، وهتوصلك لمرحلة لحد ما تخلص من لعنتها. كل ما هتتأخر في الوقت كل ما هتفقد شيء مهم في حياتك، واللعنة هتصيب كل اللي حواليك. مهما حاولت تتخلص من مصيرك اللي اتربط بيها، هيزيد جرايم القتل الغامضة واللي انت هتبقى السبب فيها. والمرحلة الأولى بوابة أصلها مفتاح، هتلاقيه قريب منك، ولو اتأخرت في انك تلاقيه هتبدأ اللعنة بأبشع انتقام. خدت كلامه ومشيت تايه وعمال أسأل نفسي يقصد ايه بكل ده، ومراحل ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ندبت حظي الاسود، وان يوم ما ربنا يكرمني بحاجة في الاخر معرفش اتهنى بيها. لا وكمان الدنيا بترازيني. وصلت الأوضة وحاولت انام بعد ضغط اليوم، ويا ريتني ما نمت. صحيت لقيت نفسي في ساحة كبيرة عاملة كده زي ساحة الحرب، في ناس لابسة لبس قديم قوي ولا كأنه فيلم تاريخي، ماسكين دروع، كلمة سليمان متكررة في كل درع وسيف شايلينه، وعلى كتافهم نجمة، بس يا ريتها مرسومة، دي كانت محفورة. لكن كل ده بيختفي فجأة، وبرجع تاني ألاقي نفسي على السرير. كنت حاسس بخنقة رهيبة، وكأن روحي بتطلع من جسمي كله منمل، وأطراف جسمي أكنها مفيهاش أعصاب. حسيت بوجع شديد في كتفي الشمال. قمت بسرعة، وكانت الصدمة نفس النجمة بنفس طريقة الحفر. وبمجرد اكتشافي للنجمة دي ظهرت لي ساعة رملية على الحيطة وجنبها رقم 66. ابتدى العد التنازلي في عداد موتى إن معرفتش أوصل للمفتاح والمراحل. يا أهلا باللعنة. فضلت ساعات متواصلة وأنا في نفس مكاني بفكر فين المفتاح اللي قريب مني ده. فتشت في كل حتة في الأوضة، ملهوش أي أثر، مع إني ما كنتش عارف شكله، بس لمحت في الساعة رسمة مفتاح أكيد نفس الشكل تقريبا ليه، ده إن ما كانش هو أصلا. الوقت بيعدي، التوتر بيزيد، يا ترى هخسر الفلوس ولا أولادي؟ بس الرد كان فوري. فجأة سمعت صوت صريخ وعويل لمراتي. جريت مخضوض أشوف في إيه، لقيت محمود ابني الكبير عمل حادثة. بس الغريبة إن ده نفس المكان اللي لقيت فيه الساعة. رجعت مطرحي من غير ما أخد حتى أي رد فعل، وقفلت الباب عليا وصرخت: عيالي لأ، أنا هو قدامك، اديني أي دليل أوصل بيه، بس بلاش هما. من الحالة العصبية اللي أنا فيها حدفت الساعة بقوتي، وقع منها الجزء المعدن السفلي، ومعاها مفتاح من الذهب الساطع، وكان عليه نقوش وكلام محفور باللغة الفرعونية تقريبا. مسكت الساعة واكتشفت ان جواها ورقة صغيرة مطوية، وكانت المفاجأة عبارة عن خريطة ومتحدد فيها نقطة معينة. وللأسف بعد اللي اكتشفته زاد خوفي أكتر. الموقع اللي على الورقة قريب مني، مش بعيد أكون واقف على نفس الأرض أصلا،
وفجأة عقارب الساعة بتلف لوحدها بدون صوت في اتجاهات كلها بسرعة شديدة جدا، وكأنها اتحولت لبوصلة لحد ما استقرت ناحية جهة الغرب. الصوت رجع تاني وعقارب الساعة اتغيرت تماما وعكس الحاضر، وكأننا في زمن تاني. قعدت اتأمل الساعة اكتر ولا كأني اول مرة امسكها في ايدي، بس المفتاح كان محفور عليه رمز العين مفتوحة جوه قوس، وتحتيه محفور كلمة واحدة، كلمة أركان. مشيت ورا الإشارات وخرجت من باب الأوضة في العمارة لقلب مغارة مظلمة في قلب شارع مهجور. دب في قلب الرعب، بس كان لازم أكمل. ومشيت تبع ما بتشير الساعة، وبالفعل لقيت باب حديد قديم في سرداب طويل ما كانش باين أصلا وسط الزبالة اللي مرمية على الطريق. بس المفتاح دخل في الكالون كأنه مصنوع ليه. الباب فتح، ومع فتح الباب بتظهر عاصفة تراب ورياح قوية شديدة جدا. أما بقى بالنسبة للريحة فكانت ريحة قبور. دخلت جوه والمكان كان مظلم إلا بوجود شعاع خفيف جدا خارج من حيطة عليها رسمة ضخمة موجود فيها ميزان ومكتوب تحته: من خف وزنه سقطت عليه الشفرة. وكانت الشفرة محفورة على الحيطة نفسها، رموز وتكوينات هندسية مش فاهمها. جنبها مجسم صغير لتنين ملفوف حوالينه جماجم. وقتها الساعة نورت تاني وبدأت الرموز تتحول لحروف بالعربي، وظهرت جملة: أنت مرسل في ضرب سليمان، ولكن كل ضرب له بوابة، وكل بوابة لها حارس. بدأت أسمع صوت جاي من دماغي، بس مش صوت بشر، صوت حد كأنه بيحكمني. مهمتك الأولى خلصت. وبعد ما استلمت الشفرة وبمجرد ما خرجت من باب السرداب لقيت نفسي في أوضة، والساعة بقت تنبهني بالاستعداد للمرحلة التانية. حسيت اني بغوط اكتر في العالم ده، العالم اللي ما بقاش فيه رجوع، اللي كل باب فيه بيتفتح على شيء اغمق من اللي قبله. عديت الليلة، ومع تاني ليلة بقى خلاص في وقت معين بطقوس معينة ويتهيأ جو خاص بيهم. عرفت ان المرحلة التانية دقت بابي. اهلا بلعنة الرموز. بعد اللي حصل مع عيلتي قررت اسافر بعيد عن بيتي، بعيد عن اي حد اعرفه. مش عايز اسبب لهم اي ضرر تاني، او يمكن ده امر منهم علشان يستفردوا بيا لوحدي. الساعة في ايدي بقت تقيلة، مش وزن لأ، لكن كل ما ببص فيها بحس اني شايل جثث واسرار واصوات بتهمسلي باسماء ناس ماتت ومحدش عارف ليهم اثر. الطريق خدني على متحف اثري في الفيوم. مش عارف ازاي لقيت نفسي هناك. كان في حاجة بتتحكم فيا اني اروح فين واجي منين. لقيت نفسي قدام قاعة مهجورة جوه المتحف. لقيت تمثال نص مكسور وورا منه حيطة متغطية بقماش. شلت القماش لقيت خشب متهالك وفي بقع دم كتير متجلطة، واضح جدا انه من سنين ياما. فضلت على وضعي ده لحد ما ظهرت الشفرة، رموز محفورة ومنحوتة نحت عبقري مايل عليها ضوء الشمس، زي ما تكون بتتفتح في وقت معين من اليوم. وساعتها عرفت اني في المكان الصح، وان ده طرف خيط جديد، لان الساعة اشتغلت وعقاربها سكتت، وظهر مكانهم رسمة نجمة، قوس، طور، نفس اللي شفتهم قبل كده. فجأة الطوب اللي ورا الشفرة بدأ يتحرك، وخرج منه صندوق حجري صغير عليه علامة تنين وجملة تانية عرفتني ان اللي فات كوم واللي جاي خراب كاحل. من فتح هذا استعد للحرب. للمرحلة الثالثة، سيف سليمان. ما كنتش محتاج اشوف رسالة جديدة من الساعة، خلاص احنا دخلنا في المرحلتين ورا بعض. انا من درجة الرهبة فتحت الصندوق على طول، لقيت جواه سيف قديم محفور عليه اسمه سليمان بخط عربي، وكان مكتوب على الغلاف الجلدي اللي مغطي السيف: ليس للملك الا سيفه، وللسيف لعنة لا تموت، ولحامله يحضر بدمائه.
بمجرد ما لمست السيف حسيت اني دخلت معركة روحية. الأصوات زادت، صوت سيوف كتير بتحارب بعضها، صوت الخيول، صرخات أسرى وضحايا ماتوا، وكأن أرواح من عصور فرعونية بتحاول توصل لي رسائل كتير. بس الأهم من ده كله إن 3 وجوه ظهروا لي في المراية وورا الشبابيك بيطاردوني. شفتهم لابسين لبس محاربين منقوش عليه نفس رموز الساعة. دول مش بشر، دول أرواح محاربة من زمن فات. تقريبا دول أصحاب الساعة، وحاربوا مع اللي استخدموا الساعة قبل كده وماتوا بسببها. وفجأة مع كل ده مهما صرخت وحاولت استغيث بأي حد محدش هيسمعني ولا هيلحقني. كأني في مكان وما اتخلقش فيه غيري. معرفش ازاي رجعت بيتي للمرة التانية وفتحت شنطة لقيت فيها ورق قديم من جوه المقبرة. أخدته يمكن أوصل لأي حاجة تدلني أو يفهمني أنا بيحصل لي إيه، ويمكن أحاول أفك الشفرة دي ويتقلب سحرها عليهم. بس اكتشفت إنها مرحلة جديدة. المرحلة الرابعة. ورق بردي عاف عليه الزمن، تهالك لدرجة العفونة، لكن مكتوب بالعربي، كلام خطير. فضلت أقرأ. مكتوب: كل من لبس الساعة صار ملك لروحها، استخدمها سليمان ولكنها ما كانت طوعا له. كل من حملها مات إلا المختار من النسل. ستحمل أنت عبء الأرواح وستختار. وتحت الكلام ده لقيت اسمي إبراهيم الجليلي. إزاي؟ ده الورق ده مدفون من آلاف السنين، وأنا اللي ماضي. أيوة دي أمضتي فعلا، بس إزاي وفين؟ لا 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 لا, لا أنا أكيد بحلم. بس لحظة، في ورق تاني لقيته وملفوف في غصن شجرة، ومكتوب في نص الورق بخط واضح وعريض: كشف الأسرار. وبعد القراية اللي دامت أكتر من ساعات من كتر ما أنا مخضوض بعيد وازيد فيها، اتضح لي إن الأوراق دي جزء من كتاب قديم بعنوان أسرار الساعة السوداء. بدأت أستوعب يمكن أوصل لآخر مرة، لحد ما وقع نظري على فصل بعنوان ساعة الزمن المفقودة. بدأت أقرأ بعلو صوتي النص: أصل الساعة تعود إلى العصر الفرعوني، وكانت تستخدم من قبل كهنة المعبد الإله آمون في طقوس دينية سرية قديمة. يقال أنها صنعت من معدن نادر، يعتقد أنه مستورد من مناطق خارج مصر القديمة بواسطة الملوك. كانت تورث عبر فترات التحكيم. ده اللي عرفت أقراه، بس كنت حاسس إن لسه الصورة محتاجة توضح أكتر من كده. كملت تفتيش في كل ثغرة في المكان. أنا مش فاكر أنا وصلت أخيرا للورق ده إزاي، بس يعني أخيرا لقيته. هو كان ملفوف جوه تجويف خشبي قديم مرمي ورا تمثال فرعوني في سرداب شبه المقبرة. مكان ده ريحته طين مبلول بدم. ومجرد ما فتحت الورق حسيت كأني بفتح قلب واحد ميت ولسه طالع من القبر. كلام المكتوب بشكل غريب. هو ما كانش عربي، هي لغة تشبه العربي مع حروف مقلوبة وأشكال هندسية. حسيت إنك كده يعني فتحت كتاب سحر مليان بالطلاسم. لكن في وسط الكلام ده جملة واحدة بس كانت مفهومة: الساعة دي مش بتعد وقت، الساعة بتعد الأرواح اللي بتروح. كل واحد لمسها اتوشم بروح مش طيبة، وكل نسلها مربوط بلعنة أزلية، بداية بلعنة المعبد ونهاية بدم القربان. بعد ما خلصت الجملة أنا وقفت حرفيا. حسيت إني مش قادر أتنفس، العرق مغرق وشي وكأني في جهنم. بدأت أحس إني مش لوحدي، أنا حاسس إني متراقب. بس فجأة لقيت اسمي مكتوب في الورقة اللي أنا ماسكها. الغريبة إن أنا كنت ماسك الورق ده ما كانش عليه اسمي، معنى كده إن هو لسه مكتوب دلوقتي. تحت الاسم كان مكتوب: من نسل الجليلي هيأتي الخادم الأخير للساعة السوداء
تنفتح البوابة. يا نهار اسود، انا الخادم الاخير؟ طب ازاي؟ انا مجرد بواب يا عالم، بواب. لقيت بين السطور حكايات عن اللي استخدموها قبلي، ونهايتهم كانوا بيموتوا بأبشع الطرق اللي تتخيلها واللي ما تتخيلهاش. واحد اتحرق وهو صاحي، واحد سمع صرخات في ودنه لحد ما عقله طار، واحدة دخلت في ساعة اختفاء ومش لاقيلها لحد دلوقتي. في سطر كده كان مكتوب بالدم: كل ساعة ليها نهاية، نهايتك قربت. حسيت ان التاريخ نفسه بيصرخ في وشي وبيقول لي افهم بقى، افهم قبل ما يفوت الاوان. بس خلاص كان فات الاوان، ولكن الورق كان لسه مكمل في صراحته وكأنه وقت الاعترافات. قلبت الصفحة اللي بعدها، لقيت كلام بلغة غريبة، بس بعد ثواني الكلام اتحول قدامي، كأن الساعة نفسها بتترجم لي، كأنها عايزة تحكي لي بس بطريقتها هي. هذه الساعة من زمن الملك سيتي الثالث، صنعت في ظلال المعبد الأسود وأهديت للكاهن الأعظم كرمز للربط بين الزمن والحياة والموت، لكنها لم تكن أداة وقت بل بوابة. بوابة؟ طيب لإيه؟ بوابة لإيه؟ أنا مش فاهم. الورق بيكمل: كل من حمل الساعة دخل اختبار واختبر قلبه. 65 شخص استخدمها قبلك ولم ينج منهم أحد، وآخرهم كان يدعى أوزا رع، مات وهو يحاول كسر اللعنة. 66 مفتاحه الجليلي. وانا بقرا الكلام حسيت بإيدي بتترعش. اسمه أوزا رع؟ مش هو اللي كان مكتوب اسمه في ورقة الراجل اللي أنا دفنته؟ أنا في دايرة دوامة مش قادر أطلع منها. معرفتش أعمل إيه. قفلت الورق وأنا جسمي كله بيترعش. قعدت على الأرض وأنا سامع صوت خطوات ورايا، ولما بصيت لقيت أطياف وخيال لأجساد، مش واحد ولا اتنين، لا دول كتير قوي. بس الغريبة الخيالات دي كانت ماسكين الخنجر وبيقربوا مني. وفجأة نار اشتعلت في كل مكان كأنها بداية. المرحلة 5، خاتمة اللعنة. جريت بأقصى سرعة عندي، بحاول أنفد بجلدي. أنا كنت ماشي برجلي بس عقلي مش معايا. الساعة كانت بتزن، صوتها بيتكرر في وداني زي ما يكون في حد بيخبط على باب عقلي من جوه وبيقول لي: قربت نهايتك. فضلت اتبع العلامات اللي بقت تظهر لي في كل حتة على الحيطان، كل حاجة بتأشر لي على طريق هلاكي. وصلت المكان كأنه مرسوم في كوابيسي من سنين. مقبرة كانت محشورة بين صخرتين كبار ومرسوم على بابها ساعة، بس بدل العقارب كان فيه عظام وصوابع هي اللي بتلف. دخلت المقبرة، ريحة موت في كل حتة، والمكان برد مش طبيعي، برد مؤذي، كأن اللي ماتوا هنا سايبين نفسهم في الهوا. في نص المقبرة حفرة جاهزة محفور على حجرها اسم الراجل اللي لقيته مرمي على الكوبري اللي بدأت بيه حكايتي. اسمه كان واضح لحد ما رمشت ولقيته اختفى وظهر مكانه إبراهيم الجليلي. أنا وقفت مكاني قلبي مقبوض، رجلي مش قادرة تشيلني، والساعة في إيدي بدأت تلف بالعكس لحد ما العقارب اتخلعت منها وخرجت عقارب حقيقيين، وكل لفة منهم حوالين رقبتي. والجسم كانت بتعمل صوت زي طعنة سكينة في قلب حد. وظهر فوق الحفرة كلام مكتوب بنور أحمر، معرفتش أقراه بس اتسمع جوه وداني كأنه بيتقلب صوت مرعب: كل خادم للساعة بيكون القربان، وانت يا إبراهيم الخادم والقربان الأخير. وظهر الخنجر منحوت على نصله نفس العلامات اللي كنت حلمت بيها قبل كده، ومرسوم عليها اسم سليمان، بس تحت الاسم كان مكتوب إن اللي هيمسك السيف لازم يختار، يا إما يحمي النسل يا إما يورث اللعنة. صوت في ودني بيهمس: اختار يا إبراهيم، يا قربان يا شيطان. بدأت الأرض تتهز والخيالات خرجت من كل ركن في المقبرة. أرواح الناس اللي ماتوا بسبب الساعة. الدنيا بدأت تلف بيا، الدم في وشي بيجري زي السيل، والساعة بقت تزن بصوت عالي قوي وبعدين سكتت. الدنيا ضلمت بس النور طلع فجأة من الأرض، كأن في شاشة مفتوحة قدامي وكل اللي جواها بيتعرض كأنه شريط سينما، وأنا بتفرج على تاريخ ملعون
راجل فرعوني وسط معبد ضخم، لابس لبس كهنة وبيتكلم بلغة فرعونية. بس وضحت لي انه كان بيقول الساعة دي مش وقت، الساعة دي بوابة، مفتاح للخلود، بس الخلود مش ليك، الخلود للعنة. الكاهن ده كان اسمه حتشبسرع، أول واحد اخترع الساعة. ما كانتش ساعة وقت، دي كانت ساعة أرواح، بيحط فيها روح كل اللي ضحى بحياته قدام المعبد علشان ياخد القوة. كانوا بيكذبوا على الفراعنة، يقولوا لهم إن ده طريق الآلهة، لكن الحقيقة كل واحد مات كان بيتحبس جوه عقرب من عقارب الساعة. شفت ناس بتصرخ أرواحهم بتتسحب وتدخل جوه قلب الساعة، وكل واحد فيهم كان بيقع عليه اختيار بسبب الطمع أو غلطة، بالظبط زيي. وفجأة الكاهن بص ناحيتي، بصلي من آلاف السنين وبيقول يا إبراهيم، كل اللي سبقوك اختاروا، بس انت آخرهم، بيك بتكمل الدايرة، انت الختام، انت صاحب القرار الأخير. الصورة اختفت والظلام رجع والساعة رجعت تزن تاني، وانا على الأرض بتنفس بصعوبة والسيف جنب جسمي وإيدي عليه ودموعي نازلة، مش عارف ده ندم ولا خوف. صوت جوايا قال لي لو موتك هيكمل اللعنة يبقى لازم تموت وانت فاهمها، لو موتك هيحرر الأرواح يبقى موتك شهادة. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب أشكر الكاتبة ندى حسن سلامة على كتابتها للحلقة، والكاتب إسماعيل هشام على إعداده للحلقة. وحابب أشكركم كمان بما إنكم وصلتم لحد هنا. كنت أنا معاكم أحمد عصام، إن شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. ما تنسوش لو مش مشتركين في القناة تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كمان ما تنسوش تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات، ولو الحلقة عجبتكم ممكن تعملوا لها لايك وتشيروها لحد يسمعها معاكم. وما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. واي حد عنده قصة حصلت له او قصة من تأليفه حابب اننا نذاعها يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. تصبحوا على خير.